مسالك الرشاد. أحبتي في الله، الإنفاق والجود والعطاء من صفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي نود أن نتمثلها سيرا على هدي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو قدوتنا ونبراسنا في الحياة. عن هديه في الإنفاق عليه الصلاة والسلام يدور حديثنا اليوم في فقرة مسالك الرشاد، رفقة الأستاذة بشرى برطيع، عضو المجلس العلمي المحلي الإسطاس، والتي تحضر معنا مشكورة عبر الهاتف. أستاذتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، وشكرا أستاذة على استجابة دعوة إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. بارك الله فيك أستاذتي الكريمة، وشكر الله لك هذه الدعوة. بارك الله فيك أستاذة. إذن نبدأ بالحديث عن الإنفاق في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أستاذ رجاء، أذكر نفسي وأحبتي الكرام أن المال مال الله تعالى، والإنسان مستخلف فيه، وكل تصرفاته في هذا المال منضبطة بضوابط شرعية ومحكومة بأوامر ونواهي. قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ورغب سبحانه وتعالى عباده في الإنفاق والبذل والعطاء، ووعد على ذلك بالأجر والثواب الجزيل، وجعل الإنفاق في أوجه الخير سبيلا موصلا لرضوانه وجنته. ولأن النفس جبلت على حب المال والسعي إلى كنزه والتنافس في جمعه، فمن أنفق ماله وخالف ما جبل عليه كان ذلك برهان إيمانه وصحة يقينه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي برهان على صحة إيمان العبد إذا أخلص النية لله تعالى ولم يقصد بها رياء ولا سمعة. لهذا أستاذتي الكريمة، وردت من النصوص والتوجيهات النبوية التي تحث على الإنفاق في سبيل الله، وترغب في البذل والعطاء ابتغاء الأجر والثواب، ما تقر به أعين المؤمنين وتهنأ به نفوس المتصدقين. ومن ذلك أن الصدقة أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره، حتى تكون مثل الجبل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود من الريح المرسلة، لا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه، قليلا كان أو كثيرا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن الشاة التي ذبحها: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. وهذا نفس المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. بمعنى أو تصدقت فأبقيت لآخرتك، فكل ما أكلناه أحبتي الكرام يفنى، وكل ما لبسناه يبلى، وكل ما تصدقنا به يبقى دخرا لآخرتنا. لهذا قال: بقيت الشاة كلها إلا كتفها. كان صلى الله عليه وسلم يسر بالعطاء، وكان سروره بما يعطيه أكثر من سرور الآخذ بما يأخذ منه. إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، وكان يقول:
لو كان لي مثل أحد، يعني جبل أحد، لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي 3 وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. ووجهنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن الصدقات سبب لتفريج الكربات وتكفير السيئات وستر العورات ودفع الشدائد والبلايا، فقال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وحتى إذا ما عظمت على الإنسان ذنوبه وكثرت منه الخطايا والزلات فما عليه إلا أن يكثر من الإنفاق في وجوه الخير. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. بل الصدقة وقاية من عذاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فاللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أسدتي الكريمة، إذن نتعلم الكثير من هديه عليه الصلاة والسلام في مجال الإنفاق. ما تعلمناه أستاذتي الكريمة ولا زلنا نتعلمه من قدوتنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كثير، والأحاديث في باب الإنفاق كثيرة، وما ذكرناه كاف للمسارعة إلى تطهير نفوسنا من الشح والجشع والطمع والتحلي بصفات الكرم والسخاء والعطاء. ولنعلم أن الإنفاق مجلبة للبركة وللنماء والرزق، وأن الصدقة يعوض الله تعالى فيها صاحبها الخير العظيم. قال سبحانه في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، فتتلف عليه كل أمواله. فأخطأ من قال إن الصدقة تنقص المال بل تزيده وتبارك فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. ومن التوجيهات النبوية أحبتي الكرام أستاذتي الكريمة أن الإنفاق على الأهل والأبناء من أفضل وجوه الإنفاق. قال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظم أجرا الذي أنفقته على أهلك. وعموما أستاذتي الكريمة، فكل أنواع الصدقات ترجح ميزان الحسنات وتكفر الذنوب والسيئات وترفع الدرجات، فلا يستوي المنفقون وغيرهم، بل إن الإنفاق سبب لمحبة الله تعالى ومحبة الناس ومجلبة لراحة النفس وسعادة القلب، بل هي سبب من أسباب الحياة الطيبة. هذا إذا حرص المرء على أن يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى، لا رياء ولا سمعة ولا طمعا في شهرة أو منصب، وألا يتبع ما أنفقه بالمن والأذى لمن أعطاه وتصدق عليه. والأفضل أستاذتي الكريمة أن تعطى الصدقة خفية، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من 7 الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بالصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وينبغي أن تكون الصدقة من كسب طيب حلال، وأن يبذلها بسخاء نفس، وأن تكون من أجود ما يحب المرء لينال البر،
وأن يفرح ويسر بالنفقة وينشرح بها صدره، وأن يشكر الله تعالى الذي أعطاه المال لينفق منه. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويسر لنا سبل الإنفاق في وجوه الخير، وتقبل منا إنك سميع مجيب. اللهم آمين. أستاذتي الفاضلة الأستاذة بشرى برطيع، عضو المجلس العلمي المحلي لإسطات، نشكرك شكرا جزيلا على هذا البيان بخصوص هدي رسولنا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإنفاق. تقبل الله منك أستاذتي هذا البيان. أحبتي فاصل إنشادي ونواصل.